أهلا بيكم. حاسس الأيام دي كأن الدنيا بتتقلب حواليك، كأنك مش ثابت. يوم سلام ويوم توتر والأحلام مش مفهومة خالص. ده مش من فراغ، الطاقة حوالينا دلوقتي مع بوابة 7/7 عنيفة شوية. دي مش بس موجة نور لطيفة، لأ، دي كمان اختبار روحي ضخم وبيحصل فيه معارك طاقية على مستوى عالي جدا، وانت جزء منها. في الفيديو ده هقولك ليه بتحس بكل ده، وازاي تحمي نفسك، وازاي الاتحاد مع توأمك او مع الشخص اللي روحك بتحبه على وشك يحصل فعلا، بس محتاج منك انك تاخد بالك وتثبت في نورك. في الفيديو ده كمان هنتكلم من القلب عن طاقة بوابة 7/7 اللي ممتدة معانا اليوم 16 أو 17 يوليو. لأنها قوية جدا، وازاي دي مش بس طاقة حلوة لكن كمان اختبار روحي كبير جدا. هتعرف ليه بتحس بأعراض غريبة وتقلبات وأحلام مش مفهومة، وليه في طاقات بتحاول تعطل اتحادك مع توأم شعلتك أو توأم روحك. هقولك ازاي تحمي نفسك وتبقى جاهز للخطوة الكبيرة اللي تكون محضرها ليك. استمع للآخر وخد الرسالة اللي روحك محتاجاها، واكتب لي في الكومنتات 11 لو انت مستعد تستقبل مصيرك. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو لسه جديد ومشتركتش في القناة، يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. بالنسبة للطاقة حوالينا دلوقتي تقيلة جدا، بالذات مع هذه البوابة. ناس كتيرة من الأنوثة الإلهية والذكورة الإلهية حاسين بضغط غريب، أحلام مش مفهومة، مشاعر طالعة ونازلة زي الموج، وحتى أعراض جسدية ملهاش تفسير زي صداع أو تعب مفاجئ. دي مش أعراض جسدية بس، ده اختبار في حرب طاقية بتحصل عشان تمنع الاتحادات المقدسة زي اتحاد توأم الشعلة إنها توصل لحقيقتها. طبعا ده لا غنى عن سؤال الطبيب، لازم لو في أعراض بالفعل عندك لازم تسأل الطبيب المختص. عايزة أقول لكم كمان بالنسبة للإناث ممكن تلاقي رجالة كده شكلهم زي الذكورة الإلهية، بس كانوا فاضيين جدا من جوه، عايزين ياخدوا حب الأنوثة الإلهية ويشتتوها. ومش بعيد يكونوا موجودين في حياتك دلوقتي، ممكن يكون شريك قديم، صاحب قديم، أو حتى حد من عيلتك. بيبانوا حلوين قوي بس طاقتهم مش صافية، وشغالين ضد مسار روحك وانت مش واخدة بالك. والكارما شايفة ان الذكورة الإلهية لسه ما أعلنش عنك، فتقول دي فرصة ناخد منك طاقتك ونضيعك. عشان كده انت دلوقتي ممكن تحسي انك تايهة، مستنزفة، قلبك موجوع وعايزة تستسلمي. لكن اسمعيني كويس، ذكورتك الإلهية صحي، هو كمان بيشوف أحلام فيها تحذيرات ليكي، بيحس بالخطر حواليكي، روحه بتصرخ ومش ناوي يسكت تاني. حتى لو لسه ما قالش كلام، أفعاله هتتكلم قريب جدا. الهجوم بيزيد دلوقتي لأن الاتحاد قرب. دايما قبل ما النور يدخل بيكون الظلام في أشده. هو جاهز يتحرك، عارف إنه لو اتأخر أكتر هتغرقي أكتر في مواقف كرمية، وهتروح منه فرصة المهمة الإلهية اللي بينكم. عشان كده هتشوفيه ياخد خطوات فعلية، ممكن يتكلم، ممكن يعترف بحاجة كان مخبيها، أو يبان فجأة في حياتك. خليكي جاهزة، دي مش لحظة تعملي فيها انك مش مستعدة، لا، افتحي قلبك، ابقي في حالة تدفق وقولي نعم للتوافق الإلهي. البوابة دي مش حاجة صغيرة، دي باب روحي هيتفتح وهيحدد هتمشوا في طريق الاتحاد بسرعة، وهلا هترجعوا تاني ويتأجل لو سيبنا الكرمة تتدخل. انت ليكي القدرة تعبري عن ده كله، بس لازم تتحركي دلوقتي وتاخدي خطوات لحماية نفسك. انا شايفة دلوقتي ان في توائم كتير جدا جاهزين للاتحاد بس محبوسين بطاقات مش شايفينها. ده وقتكم تختاروا الحقيقة وتختاروا نفسكم. ما تستنوش اكتر من كده، نفذت بوابة 7/7 صغيرة والطاقة حساسة جدا. انتم تستاهلوا تعيشوا الحب الإلهي اللي متحضر ليكم، والذكورة الإلهية جاهزة تقف جنبكم في الحقيقة. ما تسيبوش الطاقات الكرمية تسرق مستقبلكم اللي مكتوب لكم. اختاروا مصيركم وخليكم مستعدين تستقبلوا كل الخير اللي جاي في طريقكم، والكون كله بيشجعكم. دمتم بسلام ومحبة وخير.